وسؤال اليوم: أين المرأة المسلمة عند الحديث عن نعيم الجنة؟ لماذا لا نسمع رجال الدين والشيوخ يتحدثون عن ماذا تحصل المرأة المسلمة في الجنة عندما تذهب إلى الجنة؟ لا نسمع هذا الشيء، فقط نسمع الرجل المسلم هو البطل الأساسي في هذه القصة، في هذا السيناريو، مثل ما هو البطل الأساسي في نسخة الدنيا في الإسلام هو أيضا البطل الأساسي في نسخة الآخرة في الإسلام. نفس الشيء، هي دورها كومبارس في الدنيا ودورها كومبارس في الآخرة. فقط تسمع الرجل المسلم. دائما يتحدثون الرجل المسلم ماذا يلقى في الجنة: أنهار من العسل وأنهار من الخمور، وبعدين حورية يمشي معها بيده، وحورية أخرى في القصر ويطير بسريره مثل ما يقول الشيخ. جنبي أنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من لبن. إيه العظمة دي؟ وأنا ماشي في هدية، فجأة معدي على قصر. إيه الفخامة دي وإيه الجمال ده؟ طلعت لي من البلكونة أجمل من الحور العين اللي ماشية معاه 70,000 مرة. نور. طيب، أين المرأة المسلمة؟ أين المرأة المسلمة؟ لا تجد هذا. يعني حتى هم مقدمين سورة الجنة بطريقة عبثية، طريقة صراحة يعني صراحة لا تليق ينام مع هذه حورية في يده وحورية أخرى وثالثة ينام مع هذه ومع هذه ومع هذه. ما هذا الكلام؟ هذا شيء صراحة مخجل حتى صورة الجنة التي هم يقدمونها. ومع ذلك نحن نسأل: أين ما نعيم الجنة في المرأة؟ ردا على هذه العبثية، أين نسختها هي؟ ماذا تحصل المرأة المسلمة؟ هل هي أيضا نقول مثلا وهي تسير بجوار أنهار من العسل والخمر، تسبح وتدخل النهر الخمر، وتسبح 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 وتخرج من هذا النهر وتدخل إلى نهر العسل، وتسبح وتسبح وتخرج من هذا النهر وتحط رجل على رجل وتلتفت وترى حور عين يشبه توم كروز وأجمل من توم كروز، وتلتفت إلى الناحية الأخرى حور عين أجمل من ذلك، ثم ترى في الشجرة حور آخر موجود على غصن الشجرة الجنوية، ويأتي حور آخر ينتظرها في الشاطئ وتقول: ما هذا؟ كل هذا لي أنا يا ربي، هل أنام اليوم مع هذا أم مع هذا أم مع هذا؟ طيب، مش أنتوا بتقدموا الجنة بهذه العبثية للرجل؟ طب هاتوا النسخة المساوية للمرأة. أليس الإله يسوي بين مخلوقاته وبين عباده، لا يفرق بين عبد وعبد آخر؟ أليس هذا هو؟ الإله لا يفرق بين عباده. إذا كان الرجل له هذه الجنة العبثية، إذن المرأة أيضا لها الحق أن تجد الجنة العبثية. لا تقولوا لي خجلانة، لما حدش يخجل عن الحقوق والرغبات، هذه حقها. أنتوا قدمتوا نسخة عبثية، أيضا نريد النسخة العبثية للمرأة المسلمة. ولا هي فين تروح؟ يعني قاعدة في البستان بتلم الفواكه والخضروات، وزوجها بيروح القصر يشوف الحورية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويرجع معه بالسيارة حوريات أخرى. إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه النسخة اللي أنتم بتقدموها؟ ففي نهاية المطاف أنتم بتشوفوا اللي قدم سيناريو نسخة الجنة وسيناريو نسخة الدنيا عبثية في عبثية. دور الرجل هنا هو الدور الرئيسي، هو البطل الأساسي في هذه القصتين، قصة الآخرة وقصة الدنيا. دور المرأة كومبارس في كل شيء لمتعته، كان يتمتع بها في الدنيا، لم يتزوجها من أجل أنه اختارها هو أو أن هي شريكة عمره، اختارها من أجل أن تمنعه من الحرام حتى يصل إلى الجنة، فيتزوج الأولى ويتزوج الثانية ويتزوج الثالثة فقط. وفي أيام الإسلام، بداية الإسلام، كانوا يسبقون النساء وينكحون السبيات، حتى وهن لهم أزواج ينكحونهم فقط للمتعة. ونأتي إلى نسخة الآخرة نفس الشيء، الأنثى هنا فقط للمتعة، لكن لا نرى أنثى هي تتمتع بالرجل فقط. الأنثى هي الأداة التي يتمتع بها هذا الذكر. فلا ترى أين الأنثى؟ ماذا تحصل؟ لا شيء. كمان سؤال آخر، بتلاحظ حتى هم يتحدثون عن الجنة، يتحدثون أن الكل يطلع بشرته بيضاء. ليه؟ والحوريات لونهم أبيض. ليه؟ ما اللون الأسمر؟ ما اللون الأسود؟ ما لأصحاب البشرات السمراء والبشرات السوداء والبشرات الداكنة؟ ما هذه العنصرية؟ هل الإله يفضل لون عن لون آخر؟
هل الإله كان صبغ بعض البشر لونهم أسود وأصفر فقط ليقلل من شأنهم، وصبغ البعض الآخر لونه أبيض ليفضل هذا عن ذاك؟ ويأتي الجنة الكل لونهم أبيض، لماذا؟ لماذا لا يكون الجنة كل واحد بلونه، أو كل يختار اللون الذي يعجبه؟ لماذا اللون الأبيض هو له الأفضلية؟ يعني تكتشف في نهاية المطاف هذا أنه اللي كتب السيناريو، سيناريو الجنة وسيناريو الإسلام، المنهج هذا، المنظومة هذه في الدنيا وفي الآخرة، شخص رجل ذكوري عنصري. لا يصلح أن يأتي من إله لا يميز بين عباده، من إله يرى كل الناس سواسية، من إله عندما يجزي عباده يجزيهم بنفس الشيء، وعندما يجزي لا يكون الجزاء بهذه العبثية. يعني نساء، يعني هذا يروح ينكح كل جنس في جنس، يمارس الجنس مع هذه الحورية مع الحورية الأخرى مع حوريتها، يعني شيء صراحة يعني إحنا بنقولها في الدنيا يعني حانة. يعني أنتم بتقدموا هذه النسخة في الجنة، وبعدين تقولوا الغرب الكافر الفاسق، وتقدمون هذه النسخة في الجنة. آخر الكلام الذي أريد أن أربطه هنا، نسخة الإسلام التي كتبها نسخة صراحة يعني لا تصلح أن تكون دين. دور المرأة دائما كومبارس، يتم دائما يعني التقليل من شأن الأصحاب البشرات السمراء، وأيضا دور المرأة هي كومبارس في كل شيء، فقط هي للمتعة في الدنيا ومتعة أيضا في الآخرة. والمرأة المسلمة هي بالتحديد ليست موجودة في هذه القصة، هي مختفية في قصة الآخرة، ما زالت كواليسها غامضة إلى الآن، ومنتظرين هم يقولون الكواليس. وتحياتي.